صباح الخير. صباح، انا جايه النهارده عند اعظم ست في الدنيا كلها، الست بطه. ازيك يا حبيبتي؟ يا عمري انا والله العظيم انا مش مصدقه. والله العظيم انا عين عليا. ربنا يخليكي يا رب بجد. تعالي. ربنا يخليكي يا قلبي حبيبتي. وحشتيني والله، وكان نفسي اشوفك، ده كان حلم عمري والله العظيم. ربنا يخليكي يا رب، لينا ما يحرمناش منك. بصوا بقى يا جماعه، بجد والله العظيم انا فرحانه جدا جدا النهارده جايه ازور الست بطه والدكتوره رباب. بجد انا يعني ما زرتش اي حد غريب غير اهلي لحد دلوقتي، بس الناس دي كنت واخده نذره على نفسي ان انا اول ما انزل مصر اجي ازورهم بصراحه يعني. وان شاء الله هنقعد دلوقتي نتكلم واقول لكم ليه بالذات جيت زرت الناس دي. بصراحه يستحقوا مش عارفه كل خير. انا اللي بحثت عنهم وانا اللي تواصلت معاهم، والله العظيم انا اللي تواصلت معاهم، ده شرف لينا، مش هم اللي تواصلوا معايا، انهم فعلا يستاهلوا كل خير. ربنا يخليك. وانا فرحانه جدا بوجودي معاكم وسعيده جدا والله جدا. واحنا اكتر يا مدام. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. اشوف بقى الست رباب فين عشان اسلم عليها. تعالي يا رباب. حبيبي قلبي، لا ده انت عمري بقى. والله العظيم ما مصدقه. انت البونبونايه. ما مصدقه ان انا شايفاك قصادي. عرفتي والله مين؟ العظيم اقسم بالله. والله العظيم انا ما مصدقه، ده حلم. والله العظيم ده حلم ان انا شايفاك. والله العظيم ده حلم ليا انا وشرف ليا انا. ربنا يخليكي. دي بقى البونبونات بتاعت العيله هنا. والله مع الست العظيم بطة. احلى سنه عدت علينا السنه دي. ربنا يخليكي. ان مدام هناء شفناها على ارض الواقع وش بوش، اقسم بالله مش مصدقه نفسي. والله يا جماعه مش عارفه اقول لكم، يعني بعتوا لي حتى لما تواصلت بيهم بعتوا لي الاوبر لحد البيت، جه خدنا وياسمين وجابني لحد عندهم. احنا لو نطول نجيبها من باريس والله العظيم ما هنتاخر. بص بقى انا جبت لك كده بقى والله ايه العظيم. الشوكولاته بتاعت فرنسا. ده بيقولوا انها ضاعت. احلى شوكولاته واحلى برفان ليكي والست بطه من ارض فرنسا الحبيبه. تعبتي نفسك اقسم بالله. حاجه بسيطه كده. ربنا يخليكي يا رب. وانا سعيده جدا. بصوا بقى يا جماعه والنبي العذاب كفايه. شايفين عاملين ايه؟ والله العظيم يعني كفاية كلفوا إن انتي نفسهم. جيتي، ده عندنا بالدنيا وما فيها. كلفتوا نفسكم اكل ولسه يعني. كلفنا نفسنا ايه؟ ده اقل حاجه. لا والله. تعالى بقى انت قول لي اسمك ايه؟ انت ما بوستليش يا عمر. هات بص يا عمر حبيبي. فين جد وشانه؟ ازيك يا حبيبي؟ فين التاني بقى؟ كان عايز يسال على الزوجات. تعالى سلم. تعالى حبيبي. اسمك ايه؟ مثلا هشيلك يا رب اقدر اشيل. لا تقيل عليك تقيل عليك. ازاي كده؟ لا مش تقيل. هات بص انا كمان. انت عارفني انا مين؟ مين؟ مدام هناء صاحبة قناة ايه؟ مختلفه فرنسا. صاحبة قناة ايه؟ مغتربة في فرنسا. صباح الخير. تعالى بقى قول معايا. يلا تعالى انت كمان. يلا قولها. ده انت يلا. اكتر واحد حافظها. تعالوا هنا قولوا بقى معايا. 1 2 3. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. قولوا بقى كمان صباح الخير. يلا تعالى قولها للناس. ده هو حافظها مني. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين والفيروز والعنبر. احلى صباح على احلى عيله واحلى ناس. هي انت حافظها. ست بطه حبيبه قلبي. والله العظيم انا فرحانه جدا. والله ولا اي حاجه. دي والله حاجه العظيم جدا. كلفت نفسها. كلفت مش نفسها جدا. مش الشوكولاته ام 50 سنتيم. بس انت يعني ارفع كتير من الكاميرا. ما انا بقى عشان هي خسيت. في الكاميرا رفيعه بس على الواقع والله ارفع بكتير. لا انا بقى خسيت عشان الفتره اللي عديت بيها. انت عارفه فتره الظروف والمشاكل. بس واصغر بكتير. بس والله. ما شاء الله. ربنا والله. يخليك. ما شاء والله انا فرحانه الله. جدا. جسمك الرفع حلو. تعالي يا دكتوره جنبي. عايزه كده اقعد جنبكم وانبسط. والله العظيم احلى قعده في الدنيا. والله انا مفرحتش عليك. بصوا بقى انا عايزه اشكركم بجد من خلال الفيديو ده. بقينا على الكنبه. اشكر قناه انا وجارتي بصراحه بجد. من الناس اللي مش قادره اقول، مش لاقيه كلام اقوله. من احسن ناس واعظم ناس قبل يعني. شهاده اقسم بالله نحطها على صدرنا. هم وناس والله كتير. العظيم. هم وناس كتير بدون ذكر قنوات دلوقتي، بس عشان انا عندهم هم هتكلم عليهم هم بصفه شخصيه. بصوا يا جماعه الناس دي والله العظيم عمرهم ما تواصلوا معايا.
انا من حبي ليهم دخلت لهم انا ورضا في مره من المرات في بث من بثاتهم، صح ولا لا؟ حصل. وطلبنا منهم رقم تليفونهم، وانا اللي تواصلت معاهم بصراحه من حبي فيهم. ليه بقى؟ لان الناس دول دفعوا عني كتير، وفي ناس كتير جدا حاولوا يشتروهم، لكن الناس دي لا بتتباع ولا بتتشري. والناس اللي حاولوا يعني يشتروهم وحاولوا يتواصلوا معاهم عشان يسكتوهم او يوقفوهم عن الكلام، مرضوش ابدا يبيعوني. قالوا لي مدام هناء مش هنبيعك ولا كنوز الدنيا كلها. جوهره زي مدام هناء والله العظيم. وانا كنت خايفه عليهم، يعني كنت بزعل من الكلام اللي بيتقال عليهم او الكلام اللي بيتقال في حقهم او الكلام الوحش اللي بيتقال عليهم، بس هم قالوا حتى لو هي قالت ما تدافعيش عننا، لا احنا هندافع. فصمدوا، يعني صمدوا قدام الناس الوحشه وتهزقوا بسبب كتير، واخدوا كلام وحش كتير جدا جدا واساءوا اليهم واتشتموا كتير، ولكن صامدين من حبهم ليه؟ لان فعلا هم بيقولوا كلمه حق، مش محتاجين في كلمه الحق اي حاجه. فانا عشان كده بصراحه قلت لازم ابحث عنهم. على حق يا مدام هناء، والله العظيم مش مجامله ولا نفاق ولا اي حاجه. انت فعلا على حق، عمرك ما ظلمتي بني ادم، وعمرك ما ضايقتي حد، وعمرك ما جيتي على حد. الناس هي اللي جايه عليكي عشان خاطر يكبروا على اسمك، ولا قلت مش اكتر من كده. في حد بالعكس، عمرها ده هم عمالين ماسكين على ستك عشان مشاهدات، عشان يكسبوا فلوس. قناتها يكسبوا محتوى في الدنيا بس محترم، يقولوا في الاخره. قناتها محتوى محترم. بلوا عليك وعلى بناتك عمرها ما سمعنا منها وعلى نص خارج. زوجك. يعني بصراحه انسانه محترمه وتحملت ظلم كتير. بصوا بقى يا جماعه، انا بس عايزه اقول لكم على حاجه. انا اول ما فتحت قناتي، قناه مغتربه في فرنسا، كنت سعيده جدا بقناتي، وكنت بتمنى ان اتشاف في يوم من الايام. مش كنتش بتمنى ان اكون قناه مليون، يعني انا دلوقتي بتمنى اكون قناه مليونيه، بس كان حلمي ان انا اتعرف او الناس تعرفني يعني. فبصراحه لما وصلت ل 10000 مشترك كنت فرحانه قوي، وكنت بقى حاسه ان انا وصلت، يعني بقيت انا كنت شايفه نفسي قناه كبيره. يعني انا كنت حاسه كده مع نفسي ان 10000، لان وجودي بصراحه مره واحده لما اتكلمت على المرحومه اثار الله يرحمها، الله يرحمها، فربنا بعت لي من عنده كده في يوم وليله 10000 مشترك. كنت يعني اتكلمت على وفاتها وكده، وكان فيديو بالصدفه لان انا كنت بحبها ومتابعاها. فلما قناتي ارتفعت مره واحده ل 10000 مشترك كنت سعيده جدا، وكنت شايفه ان بالنسبه لي بدايه انها تعرف، مش هقول بدايه الشهره، بدايه انها تعرف. فلما كنت بشوف احدى القنوات بتتكلم عليا، اي قناه نقد او قنوات بيطلعوا يتكلموا على مغتربه في فرنسا، في بداياتي كنت بفرح جدا، وكنت ببقى سعيده جدا لما بلاقي اسمي مكتوب على اسم من اسماء قنوات النقد كاتبين يعني مغتربه في فرنسا. كنت بفرح وبجري اقول رضا الحق يا رضا، ده في حد بيتكلم عليا، ده في قناه بتتكلم عليا، وكانوا في البدايه بيتكلموا عليا بالخير بصراحه يعني. فكنت سعيده جدا جدا، وكنت بقى كل يوم ابحث مين القنوات اللي بتتكلم عليا، حد اتكلم عليا النهارده، في حد اتكلم عليا. كان من الصعب الاقي في البدايه، بس بداوا شويه بشويه الاقي قنوات بتتكلم عليا، وانا بقيت احس ان انا سعيده. يعني بقيت احس ان انا بالنسبه لي ببقى فرحانه، بقول يعني دوت بدايه الشهره ليا. فبصراحه بدات بقى يعني اتصدم بقى، لاني دخلت في مجال يوتيوب، بدات اتصدم لما اكبر شويه بشويه، وصلت ل 50000 ل 100000. لما وصلت تقريبا ل 100000 بدات الاقي قنوات بقى معينه، بما اني كنت بتابع في الاول، لاني والله العظيم دلوقتي انا ما بتابعش حد غير بعض القنوات البسيطه جدا، منهم قناه انا وجارتي بصراحه، عشان اكون صادقه. والله العظيم شرف والله. الاول كنت بسمع اي حد بيتكلم، متخيلين انت هتسمعي عننا اصلا؟ لا والله، لا بالعكس. انا قبل ما تتكلموا عليا والله العظيم، انا ما تبداوا تتكلموا عليا كنت اعرفكم، لاني كنت بحبكم، مش عارفه شيء كده الهي. شفتهم وفتحت عليهم الفيديو وحبيتهم، مش عارفه بصراحه كانوا بيتكلموا على مين، بس حبيتهم بصراحه. وبعد كده لما بداوا يتكلموا عليا، ولما بدأوا يتكلموا عليا أول مرة كان نقد سلبي، ما كانش نقد بناء. كانوا بس قبل كده كنا بنحبك، كنت بتكلم عنك. لا هو أول معرفتها بينا، أيوة معرفة. لا أول فيديو، أنا قصدي أول فيديو وما زعلتش منهم، كانوا بينقدوني بمنتهى الأدب والاحترام. كان نقد، كنت ساعتها بعمل مقارنه يمكن وبين مصر وفرنسا، والله العظيم حتى عملت لهم لايك على الفيديو بدون ما يعرفوا، ما كنتش لسه اعرفهم. حبيت كلامهم لاني لقيتهم بينقدوا بادب،
وبينقدوا بطريقه ايجابيه. يعني هي بالنسبه لي كانوا ضدي، بس بادب، يعني بيدوني نصيحه. وكان حلو، عجبني الفيديو بتاعهم، حطيت لهم لايك من قد ما كنت سعيده بكلامهم، لاني قلت دي نصيحه بيدوهاني لوجه الله. المهم لما بدات تتعرف شويه بشويه ويطلع بقى قنوات يتكلموا عليا بالسوء، بدات ازعل. كنت في البدايات بعيط وازعل واتألم وما نامش ويجي لي حالات نفسيه وابكي. بدات لاني ما كنت شايفه ان في ظلم، يعني لما بدات اتعرف. بس صدقوني بعد بقى ما سمعت قنوات بدأوا، يعني في البداية كنت بسمع عشان أكون صديقة وما يكونش كلامي فيه نوع من أنواع النفاق. كنت بسمع بقى قنوات بقى بدأوا يتكلموا عليا بالوحش، كنت أتعب نفسيا كتير وانهار. بس لما لقيت الموضوع وصل بقى إن الناس دي بدأت عايزة تهدني أو تهد بيتي أو تهد أسرتي أو عايزة تفرق بيني وبين جوزي، بدأت أفهم إيه هو اليوتيوب. وصلت لي يعني في الآخر الرسالة إن اليوتيوب فيه حاجة اسمها الذباب الالكتروني. صح. الذباب الالكتروني ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من العصابات بتشوف اي قناه بدات تطلع فبيحاولوا عايزين يهدوها، بيدوروا على قناه كبيره اللي بدات تطلع. صح. انا مش هقول انا قناه كبيره، انا قناه مش متوسطه. شهر ولا اسمها. فبيبداوا عايزين يحطموا هذه القنوات اللي بدات تصعد وتتشاف والناس بيحبوها، يعني مش بعدد المشتركين قد بعدد حب الناس ليها. صح. فانا اكتشفت ده من يعني واحد في العيله عندي فهمني، قال لي في حاجه اسمها الذباب الالكتروني. دول عباره عن عصابات اليوتيوب بيهدوا اي قناه هتبدا تتشاف على القناه الناجحه او تتعرف عشان يهدوها قبل ما تطلع. فالمشكله انا ما كنتش عارفه الموضوع ده. لا، وعشان يكبروا كمان على اسمي، وعشان يكبروا يعني هم بياخدوا فلوس الاثنين من اللي مسلطينهم علينا، وبياخدوا فلوس من الكلام علينا. فهم بيضربوا عصفورين بحجر. منها ناس مسلطينهم علينا، ومنها هم باسمنا بيكبروا قنواتهم. هم بيدوهم بقى شروط زي الشركه، انتوا هتتشهروا وفي نفس الوقت احنا كمان هنديكم، بس وقعوا القناه دي. ولما وصلت للكلام ده في الاخر وعرفت، لما لقيت بيتي بدا يتهد، والله العظيم اقسمت انا وجوزي يمين اني ما نتفرج على ولا قناه من القنوات دي تاني ولا نتابعهم. اقسم بالله العظيم. نفسيتك ما تتاثرش، مش عشان نفسيتي، عشان اكتشفت الحقيقه. اقسم بالله العظيم ويمين اتحاسب عليه قدام ربنا، وبنتي قاعده اهي. انا ما بفتحش اي قناه اتفرج عليها وحشه الا القنوات المحترمين، ودول يتعدوا على الصوابع، بيخشوا لنا احيانا في البث. لما اكتشفت الموضوع ده يا جماعه، قررت انا وجوزي ان ما نتابعش بقى حد تاني على اليوتيوب، لان في قنوات زي كده ومعظمهم ستات كانوا بداوا يطلعوا كانوا هيوصلوا للمليون بدون ما اذكر اسماء قنوات. برضو في ناس هدوهم ووقعوهم، وفعلا وقعوا، وفعلا قناتهم وقعت وبقت عدد مشاهداتهم يعني قربوا على المليون او يمكن يكونوا مليون. المشاهدات عندهم ايه؟ تخش تلاقوا عندهم 14,000 مشاهده، 10,000 مشاهده، 15,000 مشاهده. ليه؟ لان في ناس الذباب الالكتروني دول حطموهم، انتبهوا للمشاكل وسابوا الجانب لا بدأوا يوقعوهم عن طريق الانستجرام، يتدخلوا معاهم ان احنا مثلا عايزين نعرف منكم حاجه، احنا بنحبكم، احنا متابعين، احنا كذا احنا كذا، فوقعوهم. لكن الحمد لله انا اكتشفت الموضوع ده في نص الطريق. الحمد لله اكتشفته في نص الطريق مش في نهايه الطريق. فلحقت نفسي ان انا ما اتفرجش على حد، ان انا ما اسمعش حد. في بقى القنوات الكبيره اللي برضو بدون ما اذكر اسمائهم، دول عارفوا الموضوع ده بقى من زمان في بدايه الطريق في الاول بدون برضو ما اذكر اسمائهم. فدول بقى عملوا ايه؟ لما وصلوا لعدد معين من المشتركين اللي هم بيتمنوهم، مثلا وصلوا لمليون او 2 مليون او 3 مليون، خلاص اخذوا شركه تحميهم وتحمي قناتهم وتحمي فيديوهاتهم. فبدات الشركه دي بقى ايه؟ اي ذباب الكتروني تطلع يضربوه بالشبشب او يرشوا عليه بيروسول، فهدوه بالمقشه فهدوه. لكن القنوات الكبيره دي بقى ايه؟ ما بيردوش على حد، ما بيطلعوش يبرروا لحد، مهما تطلع الذباب الالكتروني دول يعني يستفزوهم او ما بيشوفوش. خلاص الشركه بتديهم تعليم، لان انا تواصلت مع شركه من الشركات وقالوا لي احنا اللي هنقول لك عليه تعمليه. والله العظيم من ضمن الاشياء اللي قالوها لي هتعمليها قبل ما اخد الشركه وابدي معاهم العقد، قالوا لي ما ترديش على اي حد يطلع يتكلم او يسيء اليك او تبرري لاي حد حاجه. حد يقول لك ورينا كذا، اعملي كذا،
ما ترديش. لانهم كمان هم بيتخذوا الاجراءات القانونيه تبعهم، مش بس قفل القنوات أيوة، والكلام ده، أيوة. هم متولين كل حاجه، بيتولوا القناه، اسمك وكل حاجه بالقناه، كل حاجه بياخدوها هم، بقى بتبقى مسؤوليتهم. بيبقى ليهم وضعهم على اليوتيوب على فكره الشركات دي. اه اي حاجه اليوتيوب بيسمع كلامهم بينفذوها. وعندهم بيبقوا القسم معتمدين من القانوني اليوتيوب. وكل حاجه بيبقوا بقى. معتمدين من اليوتيوب. ما بتتدخليش انت في حاجه، مجرد هم بياخدوا هم نسبه من بيخلصوا الارباح كل وشكرا حاجة. على أيوة. كده. ايوه قواضي بقى هم بيرفعوها، قنوات هم يقفلوها، كل حاجه كل حاجه مختصين بيها. هي بتبقى حلوه برضه. فحطوا لي بصراحه زي ما بقول لكم كده. بس انا ايه الشركه اللي انا تواصلت معاها قالوا لي احنا عايزين ناخد 30%. انا لقيت لسه ارباحي ما وصلتش للقنوات الكبيره. القنوات الكبيره اقل فيديو بيعملوه بياخدوا فيه 6000 او 7000 دولار، فانا ما وصلتش للدرجه دي، يعني ما وصلتش ان انا اخد في فيديو المبلغ ده. فهم بياخدوا لما ياخدوا من فيديو 6000 دولار 30% بالنسبه لهم ولا شيء. بس الشركه حامياهم كويس جدا، ما حدش يقدر يتلفظ حتى باسمهم، اسمهم عليه، لا اسم ولا صوره، لا اسمهم علامة عليه. تجارية. لا انا لو قلت اسمهم دلوقتي عليهم حقوق طبع ونشر. طبعا. انا والله مره كنت هسمي فيديو من فيديوهاتي باسم قناه كنت طالعه بقلدها وبهزار، يعني عامله فيديو كوميدي، والله العظيم جالي العلامه الحمراء وعينت الاسم من قناتهم من اسم الفيديو. فحصنوا نفسهم لدرجه الناس دلوقتي ما يقدروش يتلفظوا لا باسمائهم، ممكن يسموهم اي اسم، عيله كاشا او مثلا تفاحه او ما يقدروش يجيبوا اسمائهم، خلاص انتهى، ولا صوره ولا اي شيء. الا بقى القنوات الصغننه اللي عندهم 100 مشترك وكده، لو حطوا صوره مش بيشوفوهم قوي الشركات الكبيره دي، لكن بيشوفوا القناه اللي بدا ايه تنشر السم او هتبدا تنشر السم على طول بيهدوها او يقفلوا لهم القناه. وانا بصراحه عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتير بصراحه بداوا يطلعوا يدافعوا عني، يعني كتر خيرهم كتير جدا من زمان. وانا والله العظيم لما طلعت في يوم من الايام قلت يا جماعه مش عايزه حد يدافع عني عشان ما ياخدوش اساءه، لان اتشتموا بسببي يعني الناس اساءوا اليهم بسببي، وانا كنت قلت الكلمه دي بحسن نيه، لاني انا بجد حتى لما هم بداوا كنت خايفه عليهم، والله كنت نفسي اتواصل معاهم، ولما تواصلت معاهم عايزه اقول لهم في اول رساله لو هتتاذوا او هتتشتمي يا ست بطه او وقفوا، هم شاهدين على الكلام ده. حصل والله قلت لهم لو هتتاذوا وقفوا. انا وصلت بيهم من فتره مش قريبه قبل ما اجي، يعني انا بقيت ابحث عليهم مع اني واخده رقم تليفونهم من زمان، بس ما كانش في تواصل قبل. لكن انا قبل ما اجي قلت لازم اتواصل بيهم واوصل لهم، لاني عايزه اجي ازورهم لاني بحبهم. عملناها لكم مفاجاه وقلت لهم لو هتتضروا، لاني سمعتهم بيقولوا حتى لو قالت لنا وقفي مش هنقف، فانا تواصلت معاهم قلت لهم لو هتتضروا وقفوا. قالوا لي والله يا مدام هناء حتى لو طلعتي عملتي فيديو وقلت لنا وقفي مش هنوقف. وفي ناس حاولوا يشتروهم، لا تراجع ولا استسلام، بمبالغ كبيره جدا 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 جدا. وروني دلوقتي اول ما دخلت سكرين شوت ومساجات ناس عايزين يشتروهم عشان يقفوا ضدي، رفضوا كل ده، مش هيحصل. قالوا احنا لا بنتباع ولا بنشتري، احنا طالعين نقول كلمه حق. حد يبيع الغالي ربنا يخليك يا حبيبي، تعالي يا حبيبتي والله العظيم اقسم بالله جوهره، فاللي يلاقيها ده كنز، ده كنز لوحده. ربنا يخليك. بعيد بقى عن اليوتيوب ولا قنوات، هي كبني ادمه حاجه كده جميله حبيبتي، احنا بنحبها. ده ماما متابعاها من سنين من قبل كده والله، ما كانتش مصدقه اصلا ان هي تشوفها على ارض الواقع. انا شفتها سعيده من الاول وهي بتضحك وتقول صباح الخير، بقول الله القناه الجميله دي، قمت فاتحاها وخلاص بقيت كل يوم اجيب فيديوهات والله العظيم. وبعد كده لما عملت شهر والله العظيم كان حلم، اقسم بالله كان حلم كبير قوي، لان هي بتحبها على المستوى الانساني بطريقه رهيبه. انا حباها قبل ما تعرف عنها حاجه خالص. ولما دخلت لي المتابعه وقالت لي طب الحقوا ده فلانه بتقول كذا، طب فين دي، بحثت عنها ما كناش نعرف حاجه عنها خالص، ماما متابعه كل الفيديوهات مغتربه فقط. انا والله اللي تواصلت معاهم، والله العظيم انا اللي تواصلت والله العظيم. هم عمرهم مش مصدقه ولا كنت اعرف ازاي ليه حبوني الحب ده وليه بيدافعوا عني، لان في ناس دافعوا عني وكانوا فعلا بيحبوني. وفي قناه بدون ما اذكر اسمها برضو يعني اتسق ليها كتير واتشتمت كتير، والله اتواصلت معايا يا جماعه على الانستجرام، هي اللي اتواصلت معايا وقالت لي مدام هناء الحقيني انا جوزي هيتاذي. انا سالتها سؤال وهي تشهد بالكلام ده، بس انا مش عايزه اقول اسم القناه. سالتها سؤال، انا كل حتى فويزاتي اللي بعتها لها كلها خير، ان كان ليها هي او لاي حد او لاي حد من القنوات اللي دافعوا عني، قلت لهم لو هتتاذوا وقفوا.
فلما بعتت لي فويس قالت لي مدام انا هتاذي انا وجوزي وكده، فانا قلت لها انت مين؟ انا والله ما اعرفش هي كانت مين. بقول لها انت مين؟ قالت لي انا صاحبه قناه كذا كذا بدافع عنك. فانا قلت لها انا بعرفك اني بتفرج عليك وكنت فعلا متابعاها. بعت لها فويس قلت لها حبيبتي قولي لي انت فاتحه القناه عشان تدافعي عني ولا محتاجاها ماديا؟ انا قلت حتى لو اقدر اعمل لها حاجه واديها محتوى او افكر لها في فكره او محتاجه ماديا. حلفت لي قالت لي والله العظيم يا مدام هناء انا مستوره وعايشه مبسوطه وجوزي بيشتغل، انا فاتحه هذه القناه فقط للدفاع عنك. رديت قلت لها ايه؟ قلت لها اقفليها بكره. قلت لها لو فاتحاها تدافعي بيها عني وانت حلفتي دلوقتي اقفليها بكره عشان خاطري. أيوة. عشان ما تتاذيش. في متابعين خايفه عليها. وقلت لها لو عايزه الاميره خلود، قلت لها لو جوزك وصل له اي حاجه الاميره خلود، بس انتي تواصلي معايا وقولي لي حصل كذا لجوزي وانا هكلم الاميره خلود فورا. بس في الوقت الحالي لو جوزك خايفه عليه وقفي بكره اقفلي القناه. وهي لو انا بقول عكس الكلام تطلع تكذبني ان كان هي او غيرها. في كتير قنوات تواصلوا معايا بيدافعوا عني، قلت لهم يا جماعه لو عايزين تاخدوا اسمي، لو هيكبلوكم القناه وتتشافوا اسمي تحت امركم. انا مش عشان عايزه حد يدافع عني، لا عشان عايزه اساعدهم يتشافوا. اسمها ايقونه الخير على اي ربنا حد. يخليك والله العظيم اللي بيتكلم بالخير عنها ايقونه الخير قناتنا ليه. كانت صغيره وما كانتش متشافه، كانت 1000 مشترك ده من عند ربنا، وكان فيها $3 انا مش هنسى المبلغ. ربنا يخليك والله العظيم ده من عند رزق من عند ربنا، ارزاق من عند الله. اسمها صورتها الهاشتاج بتاعها بتلاقي المشاهدات معديه في حته تانيه. ربنا يخليك. بس اللي الصورة بيتكلم أهم حاجة. عنها بالخير. أيوة. وبتلاقوا جيش، عارفين جيش مغتربه في فرنسا بيخشوا بيخش. والله العظيم واي حد بيتكلم عنها جيش. بيدخلوا له. لا هو اللي بيتكلم بالشر بياخد مشاهدات اكتر. بس صدقوني اللي هم بيكسب حتى لو حب مشاهداتهم الناس لا. حتى لو هم مشاهداتهم قليله بس رزقهم حلال. حب الناس، لان بيقولوا كلمه حق. هم ممكن حب يتكلموا وحش الناس. ويطلعوا يدوني فوق راسي حب الناس. ويجي لهم 100,000 مشاهده، بس لما يجي لهم في الفيديو مثلا $100 هيبقى فلوس حرام. فرحتنا في لكن الناس ما لما رضوش تقف يتباعوا. قصاد نروح في ربنا الآخرة. هتسأليه هنقول له إيه؟ طب انت ظلمت بني هنقول ادم له إيه؟ هتاخد ايه بقى بالفلوس اللي انت اخدتها؟ ولا حاجه. ليها لازمه. اكيد راحت ممكن تروح على مرض وهتضيع في كمان. حاجات وحشه. ايوه لكن والله العظيم مش اللي أحسن بيتكلم فلوس عنها الحلال. بالخير دي ايقونه الخير لاي قناه. ربنا يكرمك. والنصيحه وعن تجربه اهو، انا قصادكم اهو كنت 1000 مشترك والله العظيم وراها جيش حبيبتي ربنا ده بيحبها. من عند ربنا. يعني ربنا يديم عليها نعمه محبه الناس. اللي بيقولوا لا ده مش عارفه ايه، والله العظيم كميه ناس بتحبها. انا لو هوريك الرسائل على الانستجرام بتاعي او على الواتساب او على كده والله العظيم الرسائل ما بتهدى لغايه الفجر. ربنا يكرمك. اللي بيقعد يفكر لها في فكره، اللي عايز ان انا اقول لها كلمه في الفيديو اللي هي تشجعها وتحفزها، اللي عايزها مش عارفه تعمل ايه بكره روتين ايه. ولما قالت الناس هعتذر بتحبها بطريقه على الناس شويه شويه هيعيطوا في الاعتزال دي. شفت لك انا بس والله بتعيطي كنت بعيط معاكي بقول يا رب اوصل لها ازاي. والله عيطت خليتيني اعيط معاكي ساعة الانفصال والله العظيم عيطت. شفتك عيطت ده بس. اليوم ده اقسم بالله ضغط عيني كنت قاعده لوحدي. حبيبتي ربنا يكرمك. وبقيت متضايقه ومش قادره والعيال هدم. طب يا ماما المتابعين اصبري. طب كلهم مش- مأمنين والناس على كلها كانوا الموضوع. زعلانين والله. لازم ترجعي لما ترجعي ان شاء الله أيوة. فرنسا بمليون سلامه يا رب. لازم ترجعي للقناه الناس وترجعي كلها الفيديوهات. قالوا لا حاولوا كله تقنعوها. رافض ده عاملين اعتصامات. لو انا داخلين النهارده وامبارح يا هناء ما تنسيش والنبي يا مدام هناء تزوري انا وجارتي. والله 5 أو 6 تعليقات. قلبهم حاسس. وعلى فكره مسحتهم عارفه ليه؟ ليه؟ عشان عايزه اعمل لهم مفاجاه. هم قلت انا هيتخضوا. خايفه الناس يشوفوا التعليقات يعرفوا ان انا جايه عندكم. قلنا ناس لهم مع- امبارح في فيديو في مفاجأة كبيرة هتجيلنا إن شاء بس الله. ما حددناش. محدش سيبنا عمالين يقولوا طب والنبي قلنا لهم لا خليها مفاجأة. فاللي هيسال دلوقتي يقول لي طب ليه دول بالذات؟ ففي ناس كتير في مصر بيدافعوا عليكي والله العظيم يعني يمكن هم اقرب ناس ليا. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما سمعتهم قالوا لو حتى مدام هناء طلعت قالت وقفوا مش هنوقف. بصراحه انا قلت الناس دي يعني لازم اروح والله حقيقي. ويعني مش هبص وبس لا انا اديني ايديك يا بص حبيبتي لا والله حبيبتي ده انت تستاهلي ده انت كل غالية والله عندي يا مدام والله هناء. العظيم والله العظيم. كفايه ان احنا حبيبتي. شفناكي ربنا على عالم. ارض الواقع. ربنا ده عالم اللي في عندنا قلبي بالدنيا ليكم وما يا فيها. والله. والله العظيم والله ربنا عالم. ما كناش، انا ما كنتش مصدقه ان ماما بتقول انا عيطت وانا بستقبلها على ممكن الباب. اشوفها. لغايه دلوقتي والله ما مصدقه. انا كنت أنا بقولها عليا حلم مضربة. بعيد مش هتشوفيها اقسم ازاي. بالله انا ما مصدقه ربنا ان انا يخليكوا قاعده ليا.
جنبيها. ربنا ليه انا مين؟ انا ولا دي حاجه. حاجه كبيره عندي أوي. لا يا حبيبتي انا ولا حاجه، ربنا ربنا يخليك. يخليك يا رب. وعلى يعيشك فكره بالصحة. والله العظيم بنتي ياسمين ما بتزورش حد الا الاهل. النهارده قالت لي ماما انا بحب الناس دي، هاجي والله أنا معاكي. هي خلاص بقت من اهلنا. انا شفت والله لها الفيديو العظيم وهي في الهرم، بقيت خايفه عليها وهي بتركب هي الجبل. جميله كده هي وكيوتة عسل. صغنونه كده عسول وضحكتها جميله، الله اكبر عليها. ربنا يخليها لك وتفرحي بيها يا رب. احلى عروسه هي واختها. فانا سعيده جدا يا جماعه، عايزاكم كل الناس يهنوهم ويشكروهم في التعليقات. حبيبه قلبي يا ماما، ما تعيطيش بقى يا ست بطه. دي اختي الكبيره على فكره، حبيبتي اختي الكبيره ودي اختي الصغيره. لا اختي الكبيره واختي الصغيره. مصغرانا ربنا مصغرانا. يخليك. انا على فكره رباب في الحقيقه قلت لها يا رباب ده شكلك لا مخلف ولا متجوز، الله اكبر يعني. وانت والست بطه والله على الحقيقه كمان ست طيبه وعسوله. احلى مليون مره من التصوير. ربنا يعني يكرمك. انا شفتها حصري بقى. حصري. ربنا الكاميرا بتظلمها والله. والله العظيم ربنا حاجه يخليكم زي يا رب. القمر. يعني ربنا يديها على قد طيبه قلبها. ربنا يسعدك. وشوفوا التواضع بتاعها. عمركم شفتوا انا قناه يا بنتي ولا حاجه. لا انا ولا حاجه، انا ولا حاجه، انا واحده عاديه جدا. تزور الفانز بتوعها. ربنا والله يكرمك. العظيم ما في قناه في اليوتيوب عملت. ربنا يكرمك. انا في ناس راحوا وقفوني وانا بصور كتير، بقيت اوقف التصوير والله العظيم انا ما شفت وفي زي. ناس وقفوني في ميدان التحرير، وفي ناس في كل مكان بيوقفوني يسلموا عليا. ده انا وانا واخداها خايفه عليها في الشارع. حبيبتي خايفة. ربنا يكرمك. والله العظيم من كتر ما الناس بتحبها. ربنا يسعدكم يا رب. وانا سعيده جدا 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 ان انا عندهم طبعا. والله بقالهم يومين من ساعه ما كانتهم بيجهزوا في اكل، ما كنتش عايزه اتعبهم، والله مش عايزه اتعبهم يعني يعني. الاكل كله بايديها. احنا اول ما نحط الاكل على الترابيزه برضه هنختم الفيديو ونوريكم الناس طبخه ايه. تعبوا والله، وما كنتش عايزه اتعبهم بجد. وبس نغني معاهم بقى. تحبوا تغنوا معانا؟ نقول ايه؟ ميسيو جانو ولا نقول ايه؟ ميسيو جانو. يلا تقولي معانا. يلا قولي ياسمين معانا. ميسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبوب. ميسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان